حسام عبد العال مع معروف تاني، هاتوا خد. دومينيك من جديد يضغط ويرجعها، توصل لمؤمن زكريا. مؤمن زكريا حلوه التمريره لحازم. حازم امام. حازم امام. حازم امام الهدف الاول. حازم امام يتقدم للزمالك. حازم امام في الدقيقه 12 من زمن الشوط الثاني. التمريره حلوه، راح وخدها في المكان المفضل المحبب لديه، يبص كده ويلمح ويلعبها بعيده عن متناول احمد سعد، يسدد ويسجل الهدف الاول للزمالك. ادي تاني مره واثنين وثلاثه بنشوف مع هشام عبد الودود التمريره الحلوه، ومن مؤمن زكريا عنده رؤيه حلوه جدا، والاستلام احلى من حازم، والتسديده اجمل، وهز الشباك في الدقيقه 12 من حازم امام، والهدف الاول للزمالك. وادي معروف مره ثانيه من اللعيبه اللي بيقدروا يخترقوا. بصوا كان منعه من الشوط الاول في منتهى الخطوره وعزب، انما يا ولد اوبا، يا ولد يا ولد، ده مين؟ مؤمن. وادي هدف التعادل. قلت لحضراتكم ده اللي جابه مين؟ محمد ماجد اللي لسه نازل. محمد ماجد اللي نازل وهياخد انذار. لسه بقول لحضراتكم مباراه ممكن هدف هنا، ممكن هدف هنا، وبدات الشرطه تستعيد امورها، استعاده امورها، وما يقدرش مؤمن يعمل اي حاجه. طلع واحده الثانيه، لا، يبقى في الدقيقه 30 محمد ماجد يحرز هدف التعادل. محمد ماجد عنده 22 سنه، في الدقيقه 30 من زمن الشوط الثاني يحرز هدف التعادل. بص حضراتكم، عبد الواحد طلعها على طول، وادي ماجد اهو، وحظه كويس وحلوه جدا. ادي الراجل ده هو السر في الشوط الثاني. الراجل ده هقول لكم ليه. على طول تتلعب الكوره تصفيبه جامده قوي من رضا العزب، ترد على طول لابو جريشه، يلعبها ابو جريشه، يطلعها مؤمن، ترد لماجد، لمحمد ماجد، جول. حلوه.